بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حلقة جديدة من برنامج ببساطة مهمة اليوم. ومهمة اليوم هي يعني مرحلة الوحش زي ما بيقولوا في مهارات الاتصال، اللي هي فهم حال المخاطب. تبقى عارف انت بتكلم مين، هل بتكلم طفل ولا بتكلم عجوز ولا بتكلم أبوك وأمك ولا بتكلم أخوك ولا بتكلم حد بعيد عنك في العلاقة، وبتكلم حد مسلم ولا حد مش مسلم، حد من أهل الكتاب ولا حد ملحد. بتكلم حد فهم حال المخاطب ده من أهم مهارات الاتصال. تعرف أنت لما مثلا تقول له نكتة، هل أنت دمك خفيف ولا دمك تقيل؟ اللي أنت بتكلمه ده عمال يبص في ساعته ومنتبه ليك ولا مش منتبه ليك؟ كلها حاجات بتبين لك إزاي فهم حال المخاطب، وبالتالي أعرف أتكلم معاه وأعرف أوصل له رسالتي. مهمتك بكرة إنك تفكر في محل المخاطب. بانت جدا في قصص كتير للنبي صلى الله عليه وسلم، أبرزها قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنه إزاي يعلم أن عمر شديد وإنه كان جاي بقسوة وعارف، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فمسك عمر بن الخطاب وقال له: أما آن الأوان يا عمر، أما آن الأوان يا عمر. فده بيبين قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم حال المخاطب. في بعض الأحيان حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لك إيه: إن فلان قد جاءكم بالوجه الذي ليس ذهب به. كان عنده فهم لحتى وش اللي قدامه، يقدر ان هو يتعامل معاه بأنهي طريقة. فأعلى مراحل الاتصال ان انت تبقى فاهم اللي قدامك مستريح نفسيا وبيتكلم معاك ولا لا، منتبه ليك ولا لا، العلاقة اللي بينكم تسمح لك ان انت تقسو عليه وتجيب نتيجة، ولا قسوتك ساعتها ممكن ما تجيبش نتيجة. بتفرق من شخص للتاني. فمرحلة الوحش أعلى مراحل الاتصال هو فهم حال المخاطب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. السلام عليكم.